السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الخبر الحصري والآن اللي كاين هو أن بغيت يعني نشارك معكم هذا الخبر. اللاعب جمال بن العمري، لاعب جزائري اللي كلكم شفتوا كاع الصفحات كتهضر عليه، وشفتوا يعني كاع المنصات كيهضروا على هذا السيد هذا. جمال بن العمري لاعب كرة جزائرية وكيلعب مع المنتخب الجزائري. هاد اللاعب اللي التحق بالوداد، وكانت عنده اتفاق مبدئي يعني من دولة الجزائر قبل ما يلتحق بنادي الوداد، باش أنه يسني العقد ديالو مع الوداد ويلعب مع الوداد البيضاوي. آه، يمكن هادي يومين باش يلتحق بالوداد، باش يكمل الإجراءات الاتفاق ديالو في العقد. اليوم حتى كنسمعوا مغادرة اللاعب أرض الوطن. يعني هاد السيد ما دار حتى حصة تدريبية أو شارك في شي مقابلة مع الوداد، حتى غادر بدون تعليق، بدون تفسير، بدون حتى شي حاجة ما كاينة. يعني بدون حتى الفريق الوداد البيضاوي ما خرجش، ما عطاش شي بيان حول مغادرة اللاعب. فقط كان مغادرة، يعني تم إعلان مغادرة اللاعب فقط. يعني ما كاينش شي تصريح، وما كاينش شي أسباب اللي خلات هاد اللاعب لحد الساعة. ما كاينش شي أسباب مغادرة اللاعب جمال بن العمري، ما كايناش. يعني ما كاينش شي حاجة اللي يعني ما يكذبوش عليكم، ولا يعني تسمع في شي خبر أن شي سبب. ما كاينش شي سبب لحد الآن. ولكن الإشكالية اللي كاين، أنا كنظن ونسبة الشك اللي عندي هي واحد 80% أن الكبرانات دخلوا في هذه القضية. يعني هذا السيد اللي ما خلاوهش يلعب مع الوداد، هذا هو الإشكالية اللي كاينة. يعني واحد الشك عندي، واحد 70% ولا 80%، عندي الشك في الكبرانات أنه ما خلاوش هاد اللاعب باش يلعب مع الوداد. الوداد فريق كبير، والبطولة المغربية كلشي كيعرفها، بالجمهور ديالها، يعني بالفروق ديالها الكبيرة، يعني بالتاريخ ديال المغرب عارفين. يعني البطولة المغربية يعني عندها مستوى أحسن من البطولات الإفريقية الأخرى. يعني البطولة المغربية راه تقريبا في المرتبة الأولى إفريقيا. رغم تشوفوا البطولة المصرية اللي كاين فيها الأهلي، احنا ما كنهضروش على الفروق، ولكن كنهضروا على البطولة. يعني بطولة بأكملها، بطولة رقم واحد كاينة في إفريقيا، هي البطولة المغربية من ناحية الجمهور ولا من ناحية الفروق. هاد الناس كنظن دخلوا في قضية اللاعب جمال بن العمري اللي ما خلاوهش أنه يلعب. كاين هناك حسد وكراهية باش أن اللاعبين اللاعب الجزائري ما يلتحقش بالوداد، باش ما يكتشفوش البطولات المغرب، باش ما يعرفوش يعني بزاف د الأجواء ديال المغرب، يعرفوا التقدم ديال المغرب. يعني كاين هناك أسباب اللي يعني كاين عدة أشياء اللي كترجح أسباب أن السيد مشى من الوداد. راه كاين التدخل ديال الكبرانات، لأن راه السبب باش أنه جا وكان اتفاق مع الوداد. كانت نصيحة من المدرب جمال بالماضي لهذا اللاعب جمال بن العمري باش يلتحق بالوداد، لأنه عارف الوداد. كان صرح بها. الوداد فريق كبير، وفريق يعني عنده مكانة ديالو في إفريقيا. هاد الناس كنظن انهم دخلوا ومنعوه، لان كما كتشوفوا البطوله المغربيه ولات معروفه عالميا. وكما كتشوفوا كاينه واحد الموجه ديال الانتداب ديال المدربين عرب اللي كيلتحقوا، مثل مدربين تونسيين او جزائريين كيلتحقوا بهذه البطوله المغربيه. واللي جا للمغرب يعني كيكتشف المغرب وكيفرح وكيتمنى يعيش في المغرب، وكيكتشف بزاف د الحوايج، وكيكتشف الجمهور المغربي، وكيكتشف البطولات المغرب. يعني بزاف د الحوايج اللي كتخليهم انهم يلتجئوا للمغرب ويعشقوا المغرب. وكنظن ان هذا هو السبب، لان خلاو هذا السيد يعني ربما هناك ضغوطات على هذا اللاعب، ما نلوموش هذا اللاعب. ربما هناك ضغوطات خارجية، يعني من عند الكبرانات اللي ما خلاوش يلتحق هذا السيد بالوداد وما خلاوش يلعب. راه كنظن ان هناك قضية الفلوس. ما كنظنش قضية الفلوس انهم يعطيوه اللي بغاه باش ما يلتحقش بالوداد.
ماشي قضية يعني ديال الفلوس مع الوداد أو شي حاجة، راه ما كاينش شي سبب حاليًا اللي كاين سبب صحيح. أنا فقط عندي شك في هاد الناس أنهم يدخلوا الفلوس راه يعطيوها له لكبر ناس، غير باش ما يلعبش مع الوداد. القضية ديال الفلوس ما كنظنش أن غادي يكون هناك آآ إلغاء اتفاق مع الوداد على حساب الفلوس أو على حساب يعني الراتب الشهري أو شي حاجة. يعني كنظن الكبرانات هما اللي تدخلوا في هاد القضية هادي اللي ما خلاوهش يلعب. يتمناوه يلعب في أي دولة إفريقية، السودان، الصومال، واخا تكون هاد البطولة عندهم يعني يكون هاد اللاعب يلعب في أي بطولة من غير بطولة المغرب. هاد الناس راه بزاف والله.